السلام عليكم البنات والولاد وكاع اللي كيشاهدوا قناه ايفولكي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم جينواز، يعني غادي نصايب معكم حلوه ديال عيد ميلاد او ديال راس العام. فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمكونات ديال هاد الحلوه هذه. فاول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو بالمكونات ديال الجينواز. هنايا كيف كتشوفوا معايا 4 ديال البيضات، وعندي هنايا خماره ما غاديش نديرها كلها، وعندي هنايا كاس عنبه، عندي ساشي ديال الفاني ديال الدقيق الابيض الفورس، وعندي هنا كاس سنيده يعني السكر الخشن. وصافي هنايا غادي ناخذ اناء اللي غادي نخلط فيه. بسم الله. غادي نطرب هذا البيض مزيان مزيان. بسم الله. هنايا بعد ما كتطربوا البيض بوحدو حتى كتحصلوا على الخليط بحال هكا، عاد كتزيدوا عليه كاس ديال السنيده، كتزيدوا واحد شويه ديال الملحه، شويه قبصه كما كنقولوا. صافي وتعاودوا تطربوا مزيان. بعد ما طربت البيض مع سكر سنيده فغادي نزيد هنايا واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نزيد هنايا شويه ديال الفاني السائل. وصافي هذا هو القوام ديالو. كتبقاو تضربوا البيض مع سنيده حتى كتحصلوا على هذا القوام بحال هكا. وغادي نبدا نزيد هنا دقيق شويه بشويه، وغادي نخلط بسباتيول، ما تخلطوش بالطراب باش ما تهبطوش البيض، حيت الا خلطتو بالباتور اولا بالفوي فغادي يهبط هذا الخليط، وحنا ما بغيناش هذا الخليط يهبط، بغينا يبقى بحال هكا. زيدوا الدقيق شويه بشويه وانتم كتخلطوا سباتيول. هاد الدقيق ديجا غربلتو، يعني من قبل تخلطوا هكا من الفوق لتحت. المهم انا غادي نبقى نخلط الخليط هكا، وغادي نبقى نضيف الفورس بشويه بشويه حتى نكمل الفورس اللي عندي. وهنا كما قلت لكم الخماره ما غاديش نديرها كلها، لانه الجينواز قليل اللي كيدير فيه الخميره وما كداش فيه اصلا الخماره. هي انا بغيت نديرها لانه ديجا درتها في واحد الجينواز والصراحه جات زوينه، كتخليه هشيش وغير شويه تقريبا نص معلقه صغيره اللي ديروا. صافي غادي نخلط الخليط مزيان حتى يندمج الفورس مزيان مع البيض. وصافي هنايا بعد ما خلطت الخليط مزيان وندمج الفورس مع البيض والسنيده فكتحصلوا على هذا الخليط بحال هكا. انتما علاش قلت لكم تبقاو تخلطوا بسباتول باش كيبقى الخليط شاد في راسو ما كيهبطش، يعني ما كتهبطش لينا هذيك لاموغين ديال البيض، يعني كيبقى الخليط بحال هكا وما كيهبطش. انا خديت هذا المول، هذا هو اللي غادي ندير فيه جينواز اللي كيتحل هو ديال لا طارت. ماشي مشكل، انا بغيت ندير الحلوه على هذا الشكل، وصراحه ما عنديش شي لاطه من غير هذه على هذا الشكل هذا، فعندي غير هذا ديال لا طارت فغادي ندير فيه الحلوه. حيت انا بغيت الحلوه على هذا الشكل، ديما كنديرها دايره فقلت نديرها على هذا الشكل. يعني واخا غادي تجي لاجينواز مدرجه من هنايا فماشي مشكله، غادي نحيد هاد الدروجات اللي يكونوا اولا نقدر نخليها هكاك حيت هي ديجا غادي ندرجها بلا كريم. صافي هنايا كندير لي ورق سولفيليزي، وغادي ناخذ هنا خليط وغادي نكبو في المول. بسم الله. صافي هنايا غادي نديرها في الفران، غادي نشعل لها غير لتحت ودرجه الحراره 180، وغادي نخليها حتى كطيب من التحت، ومن بعد كنطفي لتحت وكنشعل الفوق غير كيذهب اللون ديالها. صافي كنحيدها. كيف كتعرفوا على الجينواز راه دغيا كيطيب، ما كياخذش وقت طويل في الطياب. فنتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب الجينواز. بعد ما درت الجينواز في الفران طيب، فبين ما طابت لينا الجينواز غادي نوجد هنايا الكريم فريش. كما كتشوفوا انا استعملت هاد الماركه هذه ديال برافو، صراحه اول مره نخدم بها. انا كنخدم بهولالا، هي اللي كنخدم بها بزاف، وهاد المره قلت نخدم بهاد برافو
كريم باش نشوف كي غادا تكون. المهم كنظن غادا تكون زوينه لان اختي كتخدم بها قالت لي زوينه. صافي هنايا راه استعملت ديال 500 ميل كما كتشوفوا. وهنايا باش يطلع لكم الكريم شانتي مزيان، عفوا الكريم فريش مزيان، فضروري خاصها تكون في الثلاجه، تكون ديجا في الثلاجه وتكون بارده، يعني خاصها تكون بايته في الثلاجه وتكون بارده مزيان لانه الا ما كانتش بارده فالكريم فريش ما غاداش يطلع لكم مزيان. فهنايا غادي ناخذ اناء وغادي نفرغ فيه هاد الكريم فريش القشده الطريه. فكما كتشوفوا هنايا هاد القشده الطريه كما كتشوفوا راه دايره بحال الجبن، عاقده ماشي بحال الهلاله جاريه. المهم انا غادي نطربها مزيان، فبغيتها تبقى هكا شويه يعني ما تكونش عاقده بزاف، فبغيتها تكون هكا شويه مطلوقه. بالنسبه اللي غادي نزين بها فغادي نبغيها تكون عاقده شويه، فغادي ناخذ شويه اللي غادي نزين به الحلوه. غادي نزيد فيه هاد الكريمه هذه، غادي نزيد فيها 3 المربعات ديال الفرomاج. هاد الفرomاج هذا شنو الدور ديالو؟ هو كيخلي ليا الكريم فريش كيخليها عاقده، وملي نزين بها ما كتهبطش هذيك الكريمه، كتبقى شاده في راسها. هانتوما شفتوا ملي كديروا مع الفرomاج اولا الا ما عندكمش الفرomاج فيمكن لكم ديروا الجبن حتى هو كيخليها عاقده. هانتوما شفتوا يعني كتجي عاقده. هذه بالنسبه تزوقوا بها يعني تزينوا بها الحلوه، فما كتهبطش كتبقى شاده في راسها. وهنايا هذه خليتها هكا باش كتبقى مطلوقه، يعني كتحكموا فيها حتى هي كيف بغيتوا. المهم غادي نجمعهم دابا وغادي نديرهم في الثلاجه. وهاهي لا جينواز بعد ما خرجتها من الفران شفتوا راه كتخليوها كيذهب اللون ديالها كتخرجوها. بسم الله. هيا نتوما بعد ما حيدت ليها هذاك البابي سولفيليزي شفتوها كي كتجي، يعني جينواز تقدروا تلعبوا بها كيف بغيتو كتجي زوينه. فهنايا غادي ندير هذا ديال المول باش نقدر نديبلاسيها فين ما بغيت، حيت ما عنديش هذيك ديال الحلوه اللي تكون على هذا القدر هذا. فداكشي علاش غادي نخليه هذا، غادي نخدمها فوق منه. فضروري هنايا غادي نغلفو بورق سولفيليزي باش ملي نجي نقطع الحلوه يعني ما يتكررش ليا هذا القاع ديال المول. بسم الله. فهكا غادي نقدر نخدمها على راحتي ونقدر نديبلاسيها فين ما بغيت، يعني نقدر نحطها في اي تفصيل بغيت. فهنايا غادي نقسمها على جوج، انا غادي نديرها غير على جوج ما غاديش نقسمها على 3. بعد اول حاجه غادي نحيد هاد الحواف هادو، غادي نحيدهم غير باش تجيني الحلوه مقاده. بسم الله. وصافي بعد ما حيدت هاد الحاشيه هادي فغادي نقسمها غير على جوج، ما غاديش نقسمها على اكثر من جوج، يعني غنديرها على 2 طبقات صافي. هنايا كنبداها بالموس بحال هكا. هنايا كناخذ خيط. بسم الله. وصافي هنايا بعد ما قسمتها كما كتشوفوا هذه هي خليتها هنا وهذه هي هنا. هنايا درت شويه درت نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال سنيده باش صيبت هاد السيرو اللي غادي نسقي به الجينواز. فغادي نزيد فيه واحد شويه ديال الفاني. بسم الله. صافي وغادي نسقي به هاد الجينواز. كيف شفتوا الجينواز واخا درت فيه الخميره راه ما طلعش بزاف، يعني ديك الخميره غير كتهشو يعني كتجي به زوينه. وصافي هنا بعد ما سقيتها غادي نخليها حتى تشرب داك السيرو اللي درت ليها وعاد غادي نبدا نخدم.
هنايا باش غادي نزين الحلوى، فهنايا عندي قرقاع اللي خديته ودرتو شويه فوق البوطه، يعني فوق النار، غير سخنتوها واحد شويه باش يجي مهرمش، ودقيتو هكايا، غير دقيتوها هكا، درتو في سيرفيت وبقيت كندق فيه تا ولا بحال هكا. ما بغيتش نديرو في الهاشوار وما بغيتش نطحنو حيت ما بغيتوش يجي كونكاسي، فبغيت يبقى هكايا الطروفه كبار شويه. وهنايا عندي اللوز افيلي اللي حتى هو قليته شويه في المقله. عندي هنايا الفلون ديال الفريز باش غادي نزينها. وعندي هنايا هاد الكرز حب الملوك المجفف، ها هو واش غادي نزين وصافي. هنا اول حاجه غادي ندير ناخذ لا جلاس والكريمه حتى هي، غادي نضيف نص ديال هاد الكريمه هنايا. بسم الله. غادي نضيف هنايا القرقاع، عادي كتجي زوينه هكا. انا ديما الحلاوي اللي كندير كاملين ديال لا كريم فكندير لداخل ديالهم القرقاع، وكندير حتى الاناناس الا كان عندي، دابا متوفرش عندي. الكيوي حتى هو كديروا فيه لداخل، كتجي زوينه. سورتو هذا القرقاع هذا ملي كتكونوا كتاكلوا فيها كيجي داك القرقاع كيتقرمش، كيجي زوين. فنصيحه الا كنتو ديروها ديروا فيها القرقاع اولا اللوز كونكاسي حتى هو كيجي فيها زوين. غندير هذا حتى هو، غادي نقطعو هكا طريفات. غادي نعاود ندير شويه ديال الكريم. صافي هنا بعد ما حطيت الطبقه فغادي ندير الكريمه الفوق. بسم الله. وغادي نحاول نوزع هاد الكريمه على الجينواز كله، يعني غادي نغطي هاد الجينواز، نهبط الكريمه هكا في جناب. صافي هنا بعد ما غطيتها كامله فغادي نحاول بهاد السباتولا هادي نقاد هاد الكريمه اللي هنا. صافي هنا بعد ما درت لها اللوز افيلي هكا من الجناب فكناخذ البوش وكندير فيه الكريمه، وغادي نبدا نزين على هذا الشكل. صافي هنا بعد ما زينتها بالكريم فغادي ناخذ هاد حبه الكراز، غادي نبدا نديرهم هكا فوق هاد الوريدات ديال الكريمه. هنايا صايبت الفلون، هانتوما راه درت فيه الماء ديال الفرامبواز، خديت الفرامبواز ودرته مع كاس ديال الماء عنبه، ودرت مع واحد المعلقه ديال سنيده ودرته فوق البوطه حتى طبخ، ومن بعد شديته صفيته وخديت داك الماء ديالو وهو اللي درت فيه الفلون ديال الفريز وصايبت به هذا الخليط هذا باش يجيني هذا اللون. بسم الله. فهذا غادي نكبوه هنايا فوق الحلوه. ضروري تخليوه تيبرد، ما تكبوش وهو سخون باش ما يخسرش لكم الحلوه من الفوق. هذه الحلوه ديالنا بعد ما كملتها في التزيين كما كتشوفوا هنايا. زدت هنايا هاد الحبات ديال القرقاع، وغادي ما غاديش نقدر نقسمها معكم دابا، فغادي نديرها في الثلاجه تبات، يعني تبقى 24 ساعه في الثلاجه. هذه يمكن لي نقطعها معكم. المهم غادي نخليها لكم في الاخر ديال الفيديو، نقطعها معكم باش تشوفوها كي جات من الداخل. وهنا غادي نختم معكم الفيديو وغادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، انتظروني ان شاء الله فيديو جديد على قناتي وقناتكم شهيوات يفول كيشان. خليتكم على خير.